السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي أينما كنتم، أهلا بكم إلى فيديو جديد. اليوم افتتاح الحمد لله لكأس العالم للأندية بالمغرب. كما شاهد العالم جميعا وتمت متابعة هذا الافتتاح من جميع أنحاء العالم، والاتحاد الدولي لكرة القدم يتحدث عن افتتاح مثالي وافتتاح استثنائي لهذه النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية. وقد قامت الإذاعة الوطنية أكبر إذاعة ذات خبرة عالية، ذات خبرة ديال سنوات في نقل هذا الافتتاح الذي شهد له الناس العقلاء بأنه افتتاح مثالي وافتتاح في المستوى، عكس الكراغلة الذين قاموا باستيجار. جاب واحد الشركة أجنبية هي اللي قامت بالنقل ديال هذا الافتتاح، وقامت كذلك بنقل المقابلات ديال الشان في الجزائر. وقد قامت القناة الأولى بنقل الافتتاح بجودة عالية عالمية، صور رائعة، كست أرض المعمور كما يقال، كست أرض المعمور. الحمد لله والشكر لله على هذا البلد. وتم حضور شخصيات عالمية وشخصيات معروفة كزين الدين زيدان الذي قال أنني لم أذهب إلى الجزائر خوفا من أنه لن يغامر بالذهاب إلى الجزائر خوفا من مشاكل، وفضل المجيء إلى المغرب، أرض السلام وأرض الطمأنينة وأرض الثقافات العربية، وأرض يلتقي فيها الأحباب والأصدقاء وجميع من يحب الناس اللي عزيز عليهم يفوجوا على راسهم، عزيز عليهم، لا مشاكل، لا حافلة مضادة للرصاص، ولا يعني جا واحد البلاد اللي هو معروف بالأمن والأمان والسلم والسلام. إخواني أخواتي، نخليكم تشوفوا بعض الصور من هذا الافتتاح الجميل الرائع الذي أبهرني وأبهر كذلك الكراغلة أبهرهم افتتاح كأس العالم للأندية بالمغرب. لنتابع جميعا بعض الصور ونعود إن شاء الله الرحمن الرحيم. إخواني، كما شاهدت الصور الرائعة التي أبهرت العالم وأبهرت الكراغيلة، كذلك الاتحاد الإفريقي لكرة القدم انبهر
وقال انه وضع الثقه ديالو في المغرب باش ينظم هذه المنافسه هذه، وكان الحمد لله في مستوى التطلعات. لذلك يقول انه كذلك سيضع فيه الثقه في تنظيم كأس إفريقيا للأمم إن شاء الله الرحمن الرحيم في سنة 2025، وأنه كان في مستوى التطلعات ديال الاتحاد الإفريقي، وأنه هذا التنظيم هذا المبهر يدعم كذلك ويقوي ملف المنتخب الوطني، ملف المملكة المغربية عفوا، من أجل تنظيم كأس إفريقيا لما كأس العالم إن شاء الله الرحمن الرحيم، كأس إفريقيا للأمم سنة 2025. إلى هنا إخواني أخواتي، ما تنساش تبارطاجي الفيديو مع الأصدقاء ديالك طلبا وليس أمرا. ما تنساش تابونا معنا في القناة. شكرا لك بزاف، شكرا للمنضمين الجدد إلى القناة، شكرا للمنضمين القدام للقناة. كنشكركم من القلب الخالص ديالي أنكم تتوضعوا الثقة ديالكم فينا، وباش تشجيعا لنا من أجل نشر مزيد من الفيديوهات. بارطاجي كما قلت الفيديو مع الأصدقاء ديالك، وتابونا معنا، وفعل زر الجرس باش دائما يوصلكم جديد. الى هنا اخواني اخواتي ناتي هذه المداخله. شكرا لكم على حسن الاصغاء والمتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دمتم سالمين.